لك عندنا أزمة رجال في الجزائر. في الجزائر كاين أزمة رجال، كاين قلة احترام تجاه الكاف، قلة احترام تجاه المنافسين، قلة احترام أيضا تجاه المثل والقيم. المشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع رجال. إن في الجزائر هناك مش أزمة ندرة وإنما ندرة رجال. هو مشكل رجال على المستوى. الدولة الجزائرية تمر بأضعف مراحل حياتها. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. هنا غير باش نقيسوا الماء على خرانا بعد شوفوا ليبيا وتونس قبل أشهر بأن المغرب سينظم نهائيات كأس أفريقيا. الجديد هو أنه لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية يعلن رئيس الاتحاد بأن بلاده ستنظم بطولة قارية قبل أن يعلنها الاتحاد الإفريقي رسميا. قد يقول أي رئيس اتحاد بأننا نسعى، بأننا نأمل، بأن حظوظنا كبيرة، بأنه أتوقع، بأنه أتمنى، بأنه أرجو من الأعضاء أن يصوتوا على ملف بلدي، ولكن أن يعلن صراحة في مكان رسمي بأن بلاده ستنظم نهائيات كأس أفريقيا. في ذلك أعتقد بأنه قلة احترام تجاه الكاف، قلة احترام تجاه المنافسين، قلة احترام أيضا تجاه المثل والقيم وكذلك أخلاقيات الرياضة، وتأكيد على أنه ما قلناه كان صحيحا، وتأكيد على أنه الحسم تم من زمان ولا داعي للدخول في المنافسة. جديد أيضا هو أن الجانب الجزائري تقديم احتجاج للكاف على احتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 والبقاء في سباق 2027، وهذا أدنى شيء يمكن أن يقوم به الاتحاد الجزائري في انتظار اتحادات أخرى قد تتوجه نحو نفس الأمر لتعلن انسحابها من تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2025، مما يضع الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في موضع حرج بسبب عدم احترام شروط المنافسة من خلال هذا الإعلان. يمكن لأي محلل، يمكن لأي متابع، يمكن لأي صحفي المغرب ستنظم أو يتم حق رئيس اتحادية منافسة هو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا أن يصرح بمثل هذا التصريح، فكان هذا هو الحدث. بقبعة لا الجامعة ولا الوزراء مركب محمد الخامس المسؤول عليه هو مجلس مدينة الدار البيضاء حتى توضع الأمور في نصابها. للحديث عن مدينة فاس وتجهيزاتها الرياضية، لا وأتكلم على مركب محمد الخامس، أنا أنصت بإمعان لمدينة فاس. أعتقد بأن مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كيتسع لأكثر من 40,000، وهذا المركب إن شاء الله سيحظى بشرف أولا تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 اللي غيحصل عليها بلادنا، وثانيا بشرف احتضان كأس العالم وغيكون في المدن المترشحة ل 2030، وغادي يمكن أن هذا الملعب يعرف إصلاحات جوهرية. مدينة فاس عرفت إصلاحا شاملا لملعب الحسن الثاني بفاس، هذه المعلمة الرياضية اللي اليوم واللي كتسع لحوالي 10,000 متفرج، وكان خصها إصلاحات ضرورية. أنا ملعب الحسن الثاني شرفت عليه شخصيا على قدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. يعني كان حديث آخر راهو دق الصفحات التواصل الاجتماعي، هذا الحديث طبعا عن الكأس إفريقيا وعن هذا لقجع من المغرب اللي يهدر طبعا في البرلمان تاع خوتنا المغاربه الاشقاء، وقال باللي صاي باللي المغرب اوفيسيالمون رايحه تنظم الكاس، وباللي شغل صاي عطاوهم لوتوريزاسيون والقرار مازال. طبعا اذا هضروا بهذه الطريقه الناس اعتبروا انه القرار رسمي، يعني كولسه كبيره جدا. سي حفيظ الراجي يبعث ويقول في تويتر تاعو، يعني وعنده انفلونس كبيره في هذا الميدان والمختص، قال نطلب من الجزائر انها تسحب الملف لانها كشغل بقوسين شبه اهانه، كشغل تما مش قايمينكم وانتم رايحين تضيعوا في وقتكم ومش راح يمدوها لكم.
هذا موضوع خلى صفحات التواصل الاجتماعي شاعلة بزاف. يعني إذا شاك فيها خطأ كما هذا يرتكب وتروح تعلنها قبل الوقت وقبل ما أصلا يعني الفيدرالية تقرر هل هناك كولسة، هل الجزائر تم للأسف الشديد مع كل الإجراءات مع كل هذيك ما عندهاش حق، ولا ما بقاتش عندها هيبة بورتون دخلت في هيئة الأمم وبورتون كذا كذا. لكن ماذا يجري؟ طبعا احنا نطرحوا برك الاسئله، انا مش مختص في هذا الشيء، لكن الشيء اللي عمل به انه دار ضجه كبيره. اسكو غلطه انه تكلمها في البرلمان؟ هذا لقجع. اسكو هذا تعتبر غلطه؟ يعتبر تعدي؟ هل تعتبر يعني بروفوكاسيون؟ باسكو سي لا فيريتي سي لا رياليتي، والناس ما توصلش الحقيقه، تغطي السمس بالغربال ماشي بالكذب. انا نقول لك عندنا ازمه رجال في الجزائر. في الجزائر كاين ازمه رجال، كاين والقضية قضية رجال صحيح. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، اختيار الرجال حتى نكون صريحين يعني. ولكن في الجزائر هناك مش أزمة ندرة وإنما ندرة رجال، لا من رحم ربي حتى. صدقيني هو مشكل رجال على المستوى المحلي. الدولة الجزائرية تمر بأضعف مراحل حياتها. كان الجزائري فحل، كان الراجل راجل والكبش كبش والمرأة مرأة والحمار حمار. في التسعينات نهار اللي كان الراجل راجل بالشلار والسروال سروال ماهوش فيزو تاع ميمي وسوسو لابسوا كيكي وميمي، لكن عندنا مشكلة رجال. ما عندناش. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، نهار معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. الفتوى تاني مخرا عطونا غيمة باش نقيسوا الماء على خرانا، بعد شوفوا ليبيا وتونس ولا شوفوا بلاد ما عندهم. احنا ما عندناش باش نقيسوا على خرانا، نحوسوا نصرفوا الناس. صحراء مغربية. Thank you.